عشان انت ما شفتوش جبناه لك عشان بالتوفيق تسمعه اهو. بالتوفيق يا رب. الله يخليك يا كابتن. صباح الخير يا كابتن شوبير. صباح الفل يا ابو الكباتن. بصراحه اسماعيل، اسماعيل كان مكانك السنه اللي فاتت. ما احنا خط السعيد يا كابتن احمد مع بعض يعني. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم يا رب. كابتن شوبير، يعني بصراحه بالليل الحمد لله بتفرج عليك، وبالصبح لما بكون رايح الفيوم كده بروح فاتح الراديو وبقعد اسمع. بسليك في السكه. بس السكه قصيره يا كابتن احمد. نص ساعه تكون في الفيوم. لا حاجه جميله جدا، وربنا يوفقكم على طول ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن احمد، نتمنى لك التوفيق مع فريق مصر المقاصه، وهي منافسه صعبه مع تليفونات بني سويف، وده جميل ان المنافسه تبقى بالشكل ده يا كابتن احمد الحقيقه. لا وفي جراند اوتيل، في جراند اوتيل نبيل محمود، وفي سوهاج. لا الموضوع صعب يعني، ربنا يسهل يعني ويوفق اللي يستاهل يعني ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بس يا كابتن شوبير، انا وانا ماشي دلوقتي سمعت ان بتقولوا على تنظيم الزمالك لكاس العالم. وقلت لا ما يقدرش. لا قلنا صعب. ليه؟ صعب لانها محتاجه امكانيات كتيره جدا، محتاجه فلوس كتيره جدا جدا. ما هو لو الزمالك لما يجي يفكر في انه يتقدم في حاجه زي دي اكيد يبقى يعني هو عارف الكلام ده كله، وعارف ان ده 2013 2014 يعني. نتكلم بصراحه وما تزعلوش مني. الزمالك عنده مشاكل في دفع مستحقات لاعبيه، وفي بعض اللاعبين بيغضبوا وبيزعلوا. هاني سعيد كان راح يعمل شكوى لجنه شؤون اللاعبين. عمرو زكي النهارده منقطع عن التمرين. ميدو كان عنده ازمه قبل كده عشان مستحقاته يا كابتن احمد. فيعني ما اعتقدش انه في 3 سنين هيلحق الزمالك يتخطى الازمه دي وينظم بطوله بالحجم ده. ده تصوري الشخصي يا كابتن. كابتن شوبير، النهارده الزمالك هيتقدم لتنظيم كاس العالم، هو مش الزمالك اللي بيقدم. هي مصر اللي بتقدم، بس الدوله مش هتدعمه. لا ما هو انت النهارده لما تيجي تقدم على خطوه زي دي اكيد في دراسات، وبعدين هم بيعملوها بمناسبه المئويه كمان. يعني اكيد في تنظيم غير طبيعي. انا طبعا ما قعدتش مع حد من المسؤولين بتوع النادي. بس افتكر ان انا لو هقدم على خطوه زي دي اكون مجهزاها 100%. بعدين نمره 2، اوعى تحط في اعتبارك ان في لعيب من نادي الزمالك مستحقاته بتتاخر. هو بياخد مستحقاته بس بتتاخر شويه، وده طبيعي في كل الانديه. يعني انا اتصور ان المجلس اللي موجود ده، انا لا ادافع عن هذا المجلس يعني، واخد بدليل ان انا قدمت اعتذار من لجنه الكوره. انت مشيت من اللجنه خلاص. لكن انا بقول ان بيتهيألي المشاكل الماديه هي مشاكل مستحدثه، انها مش موجوده. النادي اي حاجه بتطلب بتتعمل، اللعيبه بتاخد مستحقاتها. انما انا عايز اقول ان احنا نقف حتى لو ده مش هيتم، لان انا امبارح كنت في مداخله في تلفزيون ابو ظبي وسالوني نفس السؤال. فانا قلت احنا حتى لو الموضوع ده مش هيتم نحاول ندعمه حتى لو بالكلام. واخد حضرتك ازاي؟ بحيث ان الزمالك لما يطلب حاجه زي دي يعني تبقى اول مره في افريقيا. يعني اسيا نظمتها عن طريق الامارات ونجحوا فيها، ليه احنا ما ننظمهاش عن طريق افريقيا؟ احنا عندنا البنيه الاساسيه وعندنا التاريخ وعندنا الامكانيات. فافتكر لو دعمنا الموضوع ده ممكن مصر تاخد انا ما بقولش الزمالك، مصر تاخد تنظيم كاس العالم يبقى عن طريق نادي الزمالك. طيب انا هسالك سؤال اخير، رايك منتخبنا الوطني فرصنا في كاس الامم الافريقيه يا كابتن احمد؟ والله يا كابتن احمد، طبعا انا مش هزيد عن الناس وعنك انت شخصيا وعن الناس اللي انت بتستضيفهم. لكن كره القدم اذا فيها تنبؤ لا تصلح ان تكون كره قدم. احنا طبعا المعطيات بتاعتنا مش موجوده، واللي كانوا بيحدثوا الفرق اثناء اللعب واثناء المباراه واللي مسؤولين عن تغيير النتيجه بصراحه 90% منهم مش موجودين. لكن هذا ليس دليل على ان احنا مش هنعمل حاجه في كاس افريقيا. اتصور ان الجهاز الفني ما اعرفش عنده ملكه يستطيع ان هو يلعب في المسابقات المجمعه. اتصور ان دي موجوده وبيبدع فيها حسن شحاته والجهاز الفني. يا رب فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ويبقى لنا لقاءات يا كابتن احمد والكابتن اسماعيل. انا عارف انه بيتمرن في فيكتوريا واخد مننا الملعب اللي كنا بنتمرن فيه. كل سنه وانتم طيبين. احلى صباح عليك كابتن احمد. صباح الفل يا كابتن احمد.